السلام عليكم. اليوم تنقترح عليكم قريشلات حلوين كيجيو جد رائعين، كيجيو مقرمشين وناجحين 100%، بمكونات متوفره في كل دار واقتصاديين. تبعوا معي الحلقه من الاول حتى الاخر باش تعرفوا على الطريقه ديالهم. المكونات هنا عندي كيلو ديال الدقيق. نختاروا دقيق يكون ديال الحلويات او يكون من نوعيه ممتازه. ايضا هنايا عندي واحد 2 معالق كبار عامرين ديال النافع، بعد ما سخنته واحد شويه فوق من البوطه وهرمشته في الطحانه، طحنته غير هكا 2 مرات حتى ل3، 2 ضربات 3 ضربات. وايضا عندي واحد الكاس لاروب ديال الزنجلان، حتى هو نفس الشيء اللي درتو مع حبه حلاوه درتو مع الزنجلان. هنا عندي 2 خمارات، خميره الحلويات يعني 16 غرام. وعندي واحد قبيصه ديال الملح لتحسين الذوق. كذلك عندي هنايا 2 اكياس، واحد سكر بنكهه الزهر، واحد سكر بنكهه الفانيلا، كيجيو جد رائعين بجوج. عندي 2 كيسان ديال الزيت نباتيه، 2 كيسان لاروب ديال السكر و2 كيسان ديال الماء. هاد الكيسان راه مقياس ديال كاس العنبه، نفس القياس. السكر بالنسبه اللي كيبغي الحلاوه يدير 2 كيسان، هي الوصفه الاصليه فيها 2 كيسان ديال السكر سنيده. انا ما تتعجبنيش الحلاوه بزاف، دائما كنحاول نقص واحد شويه. صافي هنا كنبدا كنضيف هذوك المكونات، كنضيف مكونات ناشفين كنخلطهم مع بعضهم، وكنبدا كنضيف في المكونات الاخرين. هاد القريشلات كيبغيو واحد شويه ديال الدلك، اللي كيفضل يدلك بيديه يدلك بيديه. انا ما تنقدرش ندلك، كنستعمل العجانه. هما كيبغيو واحد شويه ديال الدلك. بالنسبه للماء كيف ما كتعرفوا جميعا، كل دقيق وكيفاش كيشرب الماء. ديروا 2 كيسان، الا خاص تزيدوا واحد 2 معلقات حتى ل3 ديال المعلقات. العجينه كتجي شاده في راسها واحد شويه. والعجين هاد القريشلات تيجيو مقرمشين. كاين واحد النوع اخر ديال القريشلات غادي نعاود نشارككم معكم مستقبلا ان شاء الله. تيجيو هشاش حيت تيكون فيهم الزبده. هادو ما فيهمش الزبده تيجيو مقرمشين، ولكن راه كيجيو جد رائعين. العجينه كتكون متجانسه على هذا الشكل، وكتكون رطبه شويه هكا. صافي كنحيدهم من العجانه وكنجمعهم هكا بيديا، كنعاود كنجمعهم بيديا. علاش انا هرمشت هذاك الحبه حلاوه وهذاك الزنجلان؟ باش ما يخرجوش ليا، حيت الا ما هرمستهمش ملي كنكون كنخدم فيهم كيبداو تيخرجوا من العجينه. من الاحسن هرمشوهم وخليهم باينين، كيف ما كتشوفوا راه الحبات باينين. كنقسم العجين على 2 باش كيسهل عليا الخدمه، وكنغطيه بواحد الكيس غذائي وكنخليه يرتاح على الاقل واحد ربع ساعه حتى لنصف ساعه. خليوه غير على برا في حراره ديال المطبخ، وكيبقى كيرتاح باش كيعطيني الطوع وكيجيني ساهل ملي كنبغي نحربلهم. نفس الشيء كندير مع القطعه الثانيه، كنجمعها حتى هي. وكيف ما كتشوفوا راه العجينه كتبان رطبه، كتبان لكم راها رطيبه. صافي كنجمعها، وخاصها العجينه خاصها تكون ملسه من الفوق. صافي كنحطها حدا اختها وكنخليها ترتاح معاها. هنايا بعد ما ارتاحت معايا العجينه كتشوفوا راه حتى القوام ديالها كيتغير، وبحال كتبدا كتخمر واحد شويه لان فيها 2 خمارات. تنبدا تنقطعهم اقسام، ودائما العجينه تنغطيها. كناخذ هذاك الحريبلات اللي غادي نحتاج واللي باقي كنغطيه باش ما تنشفش ليا العجينه، وتتبقى محافظه على هذاك القوام ديالها وتتبقى سهله في الخدمه. كنغطي هذاك القسم الاخر، كنعاود كنردو حدا اختو، وكنبدا كنخدم في هذوك الحريبلات باش ما يتقطعوش ليا. كنحربل غير شويه هكا كيف ما كتشوفوا، كنحربلهم شويه وكنخليهم يرتاحوا. كندوز كنحربل هذوك الحريبلات الاخرين، كنخليهم حتى هما يرتاحوا، وكنبدا بالحربول الاول. كنظن ان الفيديو موضح كل شيء.
صافي وكنبدا كنجيب الحربول الاول اللي صايبته كيكون ارتاح، وباش حيت الا خدمنا فيه نيشان كيبدا تيتقطع. من الاحسن نديروا هذه الطريقه كتسهل علينا. القياس كيبقى اختياري، ولكن قد ما كانوا صغيورين كيجيو حلوين وزوينين. كنجيب واحد الصفيحه ديال الفرن، ندهنوها بواحد شويه ديال الزيت. انا هذه ما دهنتهاش، ولكن لصقوا لي واحد شويه، غير نسيت ما دهنتهاش. مي هذوك التانيين وليت كندهنها، كنقطع فيها نيشان باش كيجيونا ساهلين. كنبدا تنقطع القياس متوسط هكا، ما يكونوا كبار ما يكونوا صغار، وانا تنقطع وانا كنلوي باش كيجيوني هكا متناسقين. نقطعوا وندوروها ونقطعوا الجهه الاخرى، ما تنبقاوش كنقطعوا في نفس الجهه. كيف ما كتشوفوا راني كندورها وتنقطع، كندورها وتنقطع، وكنحاول نحرك يدي شويه باش ما يجيونيش فوق من بعضياتهم. هذا الحربول الثاني نفس الشيء، نعاود معكم هذه. المهم القياس ديال الحربول في القياس ديال الصبع الصغير، يعني القطر ديالو في القياس ديال الصبع الصغير. ما نكبروهمش بزاف لان مقريشلات ما كيجيوش كبار، ممكن نصغروهم شويه على هكا ولكن ما نكبروهمش. كندخلهم الفران. فاش كنكمل كندخلهم الفران على درجه حراره 180. كنخدم عليهم في الاول لتحت حتى كيطيبوا من التحت، عاد كنطفي لتحت وكنخدم عليهم الفوق باش كيتحمروا. كان المده من 25 دقيقه، من 20 حتى ل 25 دقيقه. الا عندكم الفران ديال البوطه او ديال الغاز، ممكن نديروهم في المتوسط. كنحطوهم في الرف الفوقاني، نخدموا عليهم الغاز لتحت حتى كيطيبوا، وكنزلوهم لتحت نخدموا عليهم الفوق. هنا ممكن ديروا حتى هذا الشكل هكا على شكل فقيقسات، كيجي حتى هو زوين. لكم الاختيار، انا فضلت هذا الشكل الاول كيجي زوين. صافي هنايا كندخلهم الفران وكنبقى كنطيب لاطه بلاطه، لان انا الفران عندي صغير. هنا من بعد ما طابوا راه ساهلين، ما فيهمش بزاف ديال الخدمه، وخا يبان لكم هكا كيجيو ساهلين وزوينين وكيجيو مقرمشين وبنان بزاف. ما تنسوش تجربوهم لان كيجيو زوينين بزاف، خصوصا مع اتاي. الا عجبكم الحلقه ديال اليوم ما تنسوش ديروا ليها جيم وبارطاج، خليوا لي شي كومونتير زوين. الى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله. بسلامه.